في المخيمات نحن حقيقة في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، لأنه قبل الرجوع للحرب وقبل الحرب في أوكرانيا على الأقل كانت تصل مساعدات غير كافية على أي حال، ولكنها تساعد في مساعدة أغلب اللاجئين الصحراويين. الآن بعد عودة النازحين من المناطق المحررة وبعد ارتفاع أسعار المواد الأولية بعد الحرب الأوكرانية أصبحت المساعدة الإنسانية شحيحة. كانت كذلك القوافل التي تأتي من إسبانيا تساعد بشكل كبير، ولكن مع جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية ليس فقط على إسبانيا ولا على أوروبا وإنما على العالم ككل، أصبح الدعم الإنساني القادم من إسبانيا عن طريق قوافل قليل جدا وشحيح جدا ويتقلص مرة بعد مرة، وبالتالي فعلا نحن بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني، نحن في حاجة ماسة إلى الأدوية، نحن في حاجة ماسة إلى الأدوات المدرسية، نحن في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية بشكل عام.